السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جهاز يونيون اير. هنتكلم عن مميزاته وعيوبه اللي ما يعرفهاش بعض العملاء المقبلين على شرائه. عشان كده هنتكلم في الفيديو ده النهاردة عن جميع المميزات والعيوب المعروف منها بالنسبة للعملاء والمجهول، وبالنسبة لوجهة نظر المستخدمين السابقين للجهاز والفنيين طبعا اللي اشتغلوا في الجهاز قبل كده. أول ميزة بالنسبة لجهاز يونيون اير، ودي يعتبر من أهم ميزاته، هي القدرة العالية أو قدرة الجهاز العالية على تغيير درجة حرارة الغرفة أو المكان اللي راكب فيه التكييف خلال دقايق بسيطة جدا، على عكس أجهزة التكييف الأخرى اللي بتحتاج من 10 دقايق ل15 دقيقة علشان تقدر اللي قاعد في جهاز التكييف أو اللي قاعد في الغرفة المكيفة يقدر يحس بتغيير في درجة الحرارة. دي تعتبر أهم ميزة لجهاز يونيون اير، وتعتبر موجودة فيه ومش موجودة في أجهزة كتير. رقم 2، جودة الوحدة الخارجية للجهاز من حيث خامات التصنيع ودهانتها المقاومة للصدأ والعوامل الجوية. ده بالنسبة للوحدة الخارجية. تالت حاجة معانا ذكاء الجهاز في توزيع الهواء. طبعا جهاز يونيون اير يعد من أذكى أجهزة التكييف في توزيع الهواء داخل الغرفة أو داخل المكان اللي راكب فيه جهاز التكييف، لأنه بيستطيع أنه يجعل الهواء البارد بيصل لمعظم أركان الغرفة بشكل متساوي تقريبا. بيخلي الهواء البارد بيصل إلى معظم أركان أو أرجاء الغرفة بشكل متساوي تقريبا، وده طبعا بيرجع لمرونة مخارجه وقدرتها على الحركة في جميع الاتجاهات. في نقطة كمان بعد كده هنتكلم فيها، ان جهاز يونيون اير بيمتلك فلتر هواء عالي الجودة، يعني عنده القدرة على تنظيف الهواء من الأتربة وغيره اللي بتجعل الهواء في المكان المكيف غير نقي. طبعا في نقطة تانية ان ما بتحتاجش لصيانتها او مثلا لغسلها بعد فترة قصيرة زي بقية انواع اجهزة التكييف التاني. يعني الفلتر بيقدر يصبر معانا شوية على نظافته. دي بالنسبة لبعض المميزات لجهاز يونيون اير. طيب نتكلم في نقط العيوب. اول عيب من العيوب ارتفاع سعره بعض الشيء بالمقارنة بأجهزة التكييف. يعني الجهاز إلى حد ما بنلاقي بعض موديلات منه سعرها عالي شوية، عشان كده بنلاقي بعض المقبلين على شراء الجهاز ما بيفضلهوش، يعني يقولوا ايه اللي يخليني اجيب يونيون اير بالسعر ده لما ممكن اشتري اي ماركة تانية. تمام. نقطة كمان، بنلاقي ان في مشاكل في خدمة ما بعد البيع، بما معنى ان في صعوبة للوصول لخدمة العملاء، ولو وصلت لخدمة العملاء الاستجابة بتاعتهم بتبقى بطيئة الى حد ما. يعني مثلا لو انا عندي الجهاز عطلان اتصلت بخدمة العملاء، مش في نفس اليوم او مش بعدها بيوم او باتنين بلاقي الناس عندي طبعا علشان يشوفوا الجهاز في ايه. لا، الموضوع بياخد وقت اكبر من كده شوية، وده طبعا بيسبب قلق للمستخدمين او للعملاء اللي عندهم الجهاز. نقطة كمان، التايمر الخاص بالجهاز اللي انا بشغله من الريموت طبعا بيبقى ساعة واحدة بس. بعض اجهزة التكييف التانية بيبقى اكتر من كده بكتير. تمام. ودي حاجة في بعض العملاء بيحتاجها، ان هو مثلا بيظبط تايمر الجهاز، عايز يظبط تايمر الجهاز على ساعتين 3 4،
وينام ويسيب الجهاز مثلا على سبيل المثال، وبعد كده الجهاز بيفصل لوحده. لا، هو اليونيون اير ساعة واحدة بس مش اكتر. النقطة الاهم، وخصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة عندنا في مصر اللي كلنا طبعا ملاحظينها، ان الكمبرسور بتاع الجهاز او الوحدة الخارجية بتاعت الجهاز ما بتشتغلش بكفاءة عالية عند ارتفاع درجة الحرارة ل50 او اكتر. طبعا احنا بيجي عندنا هنا موجات حر في مصر، درجة الحرارة بتبقى عالية جدا. طبعا علو درجة الحرارة ده بيأثر على كفاءة شغل الوحدة الخارجية، وبالتالي بيأثر على كفاءة الجهاز عامة. دي بعض العيوب وبعض المميزات لجهاز يونيون اير. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا. انتظرونا في فيديو قادم بإذن الله. متشكرين جدا. سلام عليكم.